تقدم الحكومة قانون الضمان الاجتماعي الجديد بتغييرات هامة تعيد هيكلة الدعم النقدي. يقسم الدعم إلى نوعين: الأول هو تكافل الموجه للأسر، والثاني هو كرامة المخصص للأفراد. تتضمن حالات استحقاق الدعم الأسر التي تشمل الزوج والزوجة أو أكثر حتى ولو لم يسكنوا معاً، إضافة إلى الأسر المستفيدة من خدمات التأهيل. تلتزم الأسر بشروط معينة للبقاء ضمن قائمة المستحقين، مثل المحافظة على حضور الأبناء المدرسة. تتضمن كرامة فئات مستهدفة مثل ذوي الإعاقة والأيتام وكبار السن الذين ليس لديهم عائل. من المهم التأكيد أن الدعم مخصص للفرد وليس لكل أفراد الأسرة، مما يعني أن دعم الأفراد يعتمد على دخلهم الخاص، وسيكون للدخول تحسينات مستمرة لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.